تحية طيبة العزيز والكريم نوفل، ولمشاهدينا الكرام. كما ذكرت، المستشفى الميداني المتواجد هنا بمنطقة أداسيل، وهي أحد المناطق الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة. هذه المبادرة هي من المبادرات المواطنة، وهي كذلك تجسد يعني ما رأيناه من شيم المغاربة في جميع ربوع المملكة، المغاربة الذين أعلنوا عن تضامنهم بجميع الأشكال. وفي المجال الطبي، هذا المستشفى الميداني هنا بمنطقة أزاسيل هو نموذج من النماذج المتميزة بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال هم يستقبلون المرضى هنا، حالات مختلفة، هناك إصابات مختلفة. ولتقريبنا أكثر من هذا الموضوع سنستضيف الدكتور جمروان، وهو طبيب متخصص في جراحة الكلي والمسالك البولية. دكتور، أهلا وسهلا بك في قناة ميديان تي في. مرحبا سيدي. بداية، متى وصلتم إلى هنا، وكيف يعني تستقبلون الحالات، وما هي أهم الحالات التي تستقبلونها؟ احنا جينا اليوم في الصباح. احنا كاطباء القطاع الخاص في مدينه مراكش، وتلبيه للتعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله. ارتئينا اننا نجيو اليوم وقمنا بانشاء واحد المستشفى ميداني من اجل تقريب المساعدات الطبيه من المواطنين، ومن اجل مساعده السلطات المحليه باش نقدموا الرعايه الطبيه للناس سور بلاص. الحالات اللي استقبلنا حالات متنوعه، فيها الحمد لله ما كاينينش بزاف ديال الحالات خطيره، ولكن فيها بزاف ديال الاصابات، جروح وكسور بدرجات مختلفه. خدينا اون بري اون شارج بزاف ديال الناس سور بلاص، وكاينين شي حالات اللي قمنا بالتوجيه ديالهم لمدينه مراكش. نعم، في هذا الإطار هل هناك تنسيق بينكم وبين يعني المراكز الصحية المتواجدة في المنطقة، خاصة عندما تكون هناك حالات تتطلب تدخلا مستعجلا؟ بالنسبه للحالات، قمنا حنايا ليكيب ديالنا قمنا بجوج ديال الخرجات باش حنا ديبلاسينا سيغ بلاص المنازل ديال واحد 3 ديال الجرحى. مشينا حنا جبناهم، ومن موراها كان عندنا تنسيق مع دوك الحالات الاخرين اللي كان خصنا نديو لمراكش. كان عندنا تنسيق مع المستشفيات الهيه في مراكش باش بور كو لو ترونسبور سوا ميديكاليزي. بدا مشى معاهم الطبيب تما، وسيغ بلاص بقينا متبعين الحالات حتى وصلوا لتما. الحمد لله ايزون ايتي بري اون شارج في نفس في اطون في مراكش. شنو هي اكثر الاصابات اللي تعاملتوا معها هنا، وفي نفس الاطار شنو هي اهم التخصصات اللي كاينه، يعني اللي الاطباء، انا شفت طاقم طبي مهم متواجد هنا، شنو هي اهم التخصصات واهم الحالات اللي توافدت عندكم؟ التخصصات عندنا هذه بما انها مبادره شخصيه. كانوا عندنا كاع الناس اللي كاع لي ميدسان ولا لي شيروجيان اللي معنا كلهم دي بينيفول. فيهم اطباء ديال الانعاش والتخدير، فيهم اطباء بحالنا ديال الجراحات مختلفه، الجراحات ديال الجهاز البولي، جراحه العظام والمفاصل، الجراحات ديال الشيروجي بلاستيك، الجراحات الجبيليه، هما اللي كيبري اون شارج كاع لي بلي وكاع الجروح بمختلف الدرجات ديالهم. وكاين اطباء ديال القلب والشرايين، اطباء ديال الاشعه. المهم كانوا عندنا تخصصات مختلفه. كنعرفوا الاهميه ديال المجال الطبي في الحياه الانسان اون جينيرال، ولكن في فتره الازمات كتزاد الاهميه ديال المجال الطبي. انتم قمتوا بمبادره مواطنه، شنو هي رسالتكم كذلك اللي ممكن توجهوها للزملاء في القطاع الصحي، خاصه اننا كنتكلموا على مناطق كثيره تحتاج مثل هذه المبادرات؟ في حالات الكوارث تيخص مبادرات تكون تطوعيه من تنبع من روح المواطنه. هاد الناس هادو وقعات كارثه اللي لقاو راسهم الطريق مسدوده عليهم، لقاو راسهم ما عندهمش فين يسكنوا، ما عندهمش فين ياكلوا، ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهمش فين يشربوا، اي اون بليس دو سا مجروحين ولا عندهم موتى ولا. كانت المبادره ديالنا، واللي كنتمنى انه اطباء وحدين اخرين ولا ديزانفيرمي وحدين اخرين ولا جمعيات وهذا يديروا مبادرات باش يحاولوا يقربوا
بالتنسيق بطبيعه الحال مع السلطات المحليه باش يقربوا شويه من الساكنه ديال المتضرره، وباش يقدروا انهم يمدوا يد المساعده للناس سوغ بلاص. دونك كنتمنى من انه يكونوا مبادرات وحدين اخرين من اطباء وحدين اخرين ومن لي زيكيب وحدين اخرين اللي يقدروا يمشيو لمناطق وحدين اخرين اللي ما قدرناش حنا نمشيو لهم. دكتور جا مروان، طبيب المتخصص في جراحه الكلى والمسالك البوليه، شكرا جزيلا لك. لا شكرا. إذن زميلي الكريم نوفل، كما تابعت وتابع السادة المشاهدين معنا، هذه مبادرة مواطنة طبية تستحق التنويه على غرار الكثير من المبادرات التي قام بها المغاربة في هذه الظروف الصعبة. إذن مباشرة من أداسيل ننقل لكم هذه التفاصيل والرحلة في تغطية قناة ميدي ان تيفي لهذا الزلزال لا زالت مستمرة. نعم محمد، بعد أن أشكرك وأشكر أيضا هذا يعني الفعل النبيل من طرف عاملين في القطاع الصحي ولكن في القطاع الخاص، وقاموا بإنشاء مستشفى ميداني بأداسيل في شيشاوة لربما مساعدة زملائهم في القطاع العام والمستشفيات التي تتعرض للضغط في تلك المنطقة المنكوبة، ولكن أيضا تقديم مساعدات علاجية فورية في مختلف التخصصات كما سمعنا، فهو أمر جميل يستحق الإشادة والتقدير. فقط أريد أن أستفيد من تواجدك معنا محمد، كيف يبدو عليه الحال هناك في أداسيل في شيشاوة؟ نعم. بعد مرور أكثر من 48 ساعة على الزلزال، هل تجد أن هناك نجاعة في جهود الإنقاذ؟ هل خف الضغط ربما على المستشفيات؟ هل تم التعامل مع من هم بلا مأوى، مع المنكوبين من هذا الزلزال، مع المتضررين منه والذين يبحثون عن خيام، عن أغطية، عن أدوية، عن غذاء؟ لأن شئنا أم أبينا نحن في مأساة ولكن الحياة تستمر. نعم. طيب زميلي الكريم نوفل، كما تعلم في الحقيقة وبكل صدق يعني نحن نتابع، نعيش ربما تجربة مختلفة نحن كمراسلين هنا في هذه المنطقة، لأننا نرى مغربا بجميع تفاصيله، نرى أن المغرب في أزمة والمغاربة هنا يتواجدون سواء كمواطنين عاديين. اليوم كانت هناك سيارات عادية جاءت إلى هنا من أجل تقديم المساعدة، ليس فقط يعني الشاحنات الكبرى إلى آخره، ولكن هناك سيارات لمواطنين عاديين. هناك مبادرات بسيطة لكنها تحمل معاني كثيرة. هناك مبادرة صادفناها في الطريق وهي مبادرة رأينا أنها بسيطة لكن معناها كبير، مثلا يعني إعطاء يعني بعض المؤونة للأشخاص إلى آخره. فهذه المبادرات تعكس روح المغاربة. هذا من ناحية. من الناحية المؤسساتية فصدقا جميع المؤسسات تقوم بمجهودات جبارة، وهذه المنطقة يعني نحن نتابع بعض الأحيان بعض الأقاويل في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من ينتقد يعني يمينا وشمالا، ينتقد الإعلام، ينتقد المؤسسات، ينتقد كذا، لكنه لا يعرف ماذا يجري هنا في الميدان. فالأمر ليس بتلك السهولة المتصورة أو سهلا مثل ما يعني يمكن لنا أن نكتب تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونبخص فيها مجهودات دولة ومجهودات مؤسسات كثيرة ومجهودات مواطنين، مجهودات كفاءات مغربية على غرار الكفاءات الطبية التي كانت هنا. إذن يمكن أن أقول لك هناك مجهودات كبيرة هنا في أرض الميدان، لكن تبقى في حاجة إلى الدعم المتواصل في مجموعة أو في بعض المناطق، لأنه في بعض المناطق يعني لا زالت المساعدات لم تصل. على سبيل المثال هناك مؤسسات المساعدات في الطريق، وغدا ربما سنغطي هذا الأمر. وبالتالي ما يمكن أن نقوله هو أنه المجهودات موجودة، لكن يجب تضافر جهود. يعني لو كان أحدهم يفكر هناك في وسط المغرب في الدار البيضاء أو الرباط أو في طنجة يفكر في أن يأتي بمساعدات لهؤلاء، فربما يمكن أن نؤكد له أنه يجب أن لا يتردد، لأن هؤلاء الأشخاص عندما نمر في الطريق فصدقني زميلي العزيز نوفل يعني مشاعر كثيرة تجتاح يعني قلوبنا ونبضاتنا،
يعني أشياء كثيرة توجد هنا، حياة أخرى، تفاصيل أخرى وملامح كثيرة نقرأها في الطرقات، ومن خلالها نقدر كل المجهودات التي يجب أن تقدر، سواء كانت مجهودات مؤسساتية لمؤسسات الدولة أو حتى مجهودات فردية مثل أو مجهودات الكفاءات المغربية إلى آخره. إذن كما قلت كخلاصة في الإجابة عن سؤالك، وهو سؤال بطبيعة الحال يعني مميز جدا، يمكن أن نقول بأنه المجهودات الآن إيجابية جدا، لا يمكن أن ننكرها ولن ينكرها إلا جاحد. يعني من المؤسسات المغربية، الأشخاص، الجمعيات، المجتمع المدني إلى آخره، الكل يقوم بمجهوداته التي يستطيع. حتى الجيش الملكي إن شاء الله ربما غدا سيكون معنا. يعني الجيش يعني هناك مبادرة في الطريق وقد تواصلت معهم، مبادرة جيدة جدا. يعني الجنود أنا عندما ذهبت عندهم يعني كان حتى هم قالوا ماذا قالوا لي أنتم أيضا جنود، لأن وقلت له نحن جميعا جنود هذا الوطن في هذه الفترة، وهو ما يفترض أن يكون بطبيعة الحال. ويعني العمل سوف يستمر إن شاء الله، وسوف يحاول كل من جانبه قدر المستطاع أن يساهم في خدمة وطنه، لأن هذه العملية التي نقوم بها الآن هي لا ترتبط بعمل مهني يرتبط بأجر معين، ولكن هو يرتبط بواجب وطني يجب أن نسديه جميعا لوطننا، تحت شعار دائما الله الوطن الملك، ودائما للاستناد إلى التوجيهات الملكية للملك محمد السادس نصره الله.